اهو ده كركم، حطينا شويه ميه ورشينا عليهم كركم اهو، كركم وميه. هنسيبه كده ايه للصبح كمان. الكركم ده كمان اصفر قوي، يعني تحس ان هو ايه مش كركم طبيعي. الكركم الطبيعي ما بيبقاش غامق قوي الصفار بتاعه كده او فاقع، بيبقى بهتان. بس هو سمعت يعني من بعض الناس ان العطارين بيصبغوه علشان يتباع، يبقى الناس تحبه كده ولونه يبقى حلو ويتباع كده. احنا سيبنا الكركم ده، المفروض كنا نسيبه 24 ساعة، احنا دلوقتي بقالنا اكتر، يعني 24 ساعة و10 ساعات، 34 ساعة. وهنغسل بقى، وطي المية شوية، في كلور هنا عشان لو ما طلعش بالمية على طول. خد السلك الألمونيا، بيطلع بس مكان اصفر. خد السلك اهو اغسل بيها. هو بيطلع بس بصعوبة، دوس يا عبد الله عليه. ده بريل، ارفع بتاع الزحمة البريل. الوقت كده انا عملت الكركم وسبته 35 ساعة ومش عايز يطلع بالمنظف البريل بتاع المواعين وسلك المواعين، الكركم ما طلعش. رحت المصنع حطيت عليه شوية تنر، بس في ملحوظة بقى، تلاحظوا ان القطعة الوقت كده مش باين فيها بقعة، هي نفس القطعة على فكرة. ونرجع تاني للقطعة وهي فيها البقعة ونشوف العرق بتاعها، هي نفس القطعة. بس انا لما جيت المصنع وحطيت عليها تنر كنت عمال اصور واتفاجئت بعد ما حطيت تنر ومشيت ايدي عليه، اتفاجئت ان الكاميرا مش شغاله وان انا مش دايس اصلا على الزرار اللي بيشغل الكاميرا. فبدات اصور تاني، ولكن كان بعد ما حطيت شويه تنر ومسحتهم قدام الكاميرا وهي مش بتصور. ولكن هي دي القطعة، وان شاء الله انا هعيد التجربة دي تاني بعد يومين 3 برضو واصورها تاني عشان التصوير اللي راح ده. ولكن هي نفس القطعة دي هي اللي كانت فيها بقعة الكركم، لان ممكن حد يلاحظ ان انا بقى وانا بحط التنر القطعة مش باين فيها البقعة. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وانا كنت عامل فيديو قبل كده، المدام اللي كنا بنعمل لها المطبخ كانت بتجرب الليمون والكاتشب والزيت والمفك، بتحك في الرخامه بالمفك، ما بيعملش فيها حاجه. الوقت ده زيت زيتون، حطينا هنا زيت زيتون من ده، المدام حطت زيت زيتون، ودي قهوه، وهنا حطينا ليمون اللي هو في الازازه المركز ده. هنسيبهم لحد ما ناخد المقاسات كلها، وبعدين واحنا ماشيين نغسلهم ونشوفهم. والمفك، طب جربي بالمفك بالمره. انا جربت بالمفك بس جربي تاني. اوكي، طب اخليها كده. عمل علامة سوداء اهي العلامة اهي، رحت بتروح رحت. وبعدين لو في بريل هتروح اسرع. انت جربي بقى اللي انت عايزاه، احنا معاكي لحد ما ايه. لا انا مطمنه، بص انا واثقه في الحاج خير. ماشي، ما هم انا واثقه فيه مليون في المية. ده كده ايه؟ كاتشب، ده كاتشب، يبقى كاتشب وزيت زيتون وقهوه. دي قهوه سكر زياده. وده هنا ليمون مركز، ليمون مركز اللي هو ده، احنا جبناه برضه في الاول، هو الازازه دي. وعملنا المفك. كفايه كده بقى، لحد ما نيجي ماشيين هنصور واحنا بنغسل. كده احنا سيبناهم تقريبا ايه، نص ساعه ولا ساعه الا تلت؟ تقريبا ساعه الا ربع. ساعه الا ربع، ماشي. ما شاء الله، ولا زيت ولا ما شاء الله ولا قهوه ولا كاتشب اهو. ايه رايك؟ في زيت؟ لا في ليمون خالص ما شاء الله. في كاتشب، الزيت كان هنا، الكاتشب كان هنا، القهوه دي حاجات تبع العروق. هنا الزيت، هنا الليمون. لا ما شاء الله، ما شاء الله. طيب ماشي.